بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. وفي فيديو اليوم هنتكلم فيه عن سمك اللحام. زي ما احنا عارفين ان اغلب لحامات الستيل ستراكشر هي لحامات فيلت ويلد، وكنا اتكلمنا عن التعريف ده في الفيديوهات اللي فاتت. وزي ما احنا عارفين برضو ان اكبر مثال للحامات دي او نوعية اللحامات دي هو لحامات البيلت اب سيكشن او لحامات تجميع الفلنشات مع الوبات. وعشان تقدر تحدد كمية سلك اللحام اللي انت هتستخدمها، لازم الاول تعرف ايه هو سمك اللحام المطلوب او الويلد سايز، وده هيبقى عنوان فيديو اليوم. طب ايه هو التعريف اللي هيحدد سمك اللحام؟ هقول لك والله هيبقى عندنا تعريفين. التعريف الاول وهو الليج لينث، وبنرمز ليه في الكود الاوروبي بالرمز اللي هو زد، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. بمعنى ان انا لو اخدت مقطع جانبي من النوع ده من اللحامات اللي هي اللحامات الفلت، اللحام اللي هيطلع عندي هيبقى او المسقط اللي هيطلع عندي هيبقى على شكل مثلث قائم الزاوية. الضلعين اللي هم العموديين على بعض ده بيمثل اللي هو الليج لينث. طيب التعريف الثاني، قال لك التعريف الثاني وهو الثروت، وبيرمز ليه في الكود الاوروبي بالرمز اللي هو ايه، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. وبرضو بمعنى ان انا لو اخدت مقطع جانبي للنوع ده من اللحامات اللي هي اللحامات الفلت، هيطلع لي مقطع جانبي على شكل مثلث قائم الزاوية. طيب انا لو خدت قطعة مستقيمة من راس الزاوية القايمة واسقطتها على قاعدة المثلث ده، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، الارتفاع ده بيمثل ارتفاع اللي هو او القطعة المستقيمة ديت بتمثل اللي هو ارتفاع المثلث. اهو ارتفاع المثلث ده بقى يا جماعة هو اللي بيمثله اللي هو الثروت. وهيبقى معانا نوعين من اللي هو الثروت ثيكنس. النوع الاولاني وهو الديزاين ثروت ثيكنس، زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، وده مش هقدر اتعامل معاه عمليا او في الجانب العملي، لان زي ما قلنا في الدقائق او الثواني اللي فاتت ان احنا بنتعامل في الحاله دي مع مثلث، لكن احنا مش بنتعامل في الجانب العملي مع المثلث، لا انت بتتعامل مع الكيرف او الشكل الناتج اللي هو نتيجة اخذ اللي هو القطاع الجانبي. طيب النوع الثاني من اللي هو الثروت سيكنس، قال لك النوع الثاني وهو الاكشوال ثروت سيكنس، وده بقى اللي هتعامل معاه في الجانب العملي. طب ليه؟ قال لك والله لانه بيمثل القطعه المستقيمه اللي هي الواصله من راس او الى ما بعد اللي هو راس الزاويه القايمه، اللي هو عند نقطه الديب بنتريشن اللي انا مشاور عليها قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. من خلال النقطه دي بقدر ارسم قطعه مستقيمه عموديه، مش على بقى ايه، مش على قاعده المثلث النظري اللي رسمناه، لا ده انا برسم قطعه مستقيمه عموديه على اللي هو المنحنى او الكيرف اللي بيمثل اللي هو الفيلت ويلد. وفي الحاله دي الكيرف ده بنقول عليه اللي هو الكونفكس فيلت ويلد، وده اللي هنستعرضه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله من خلال اللي هو انواع الفيلت ويلد. طب سمك اللحام ده بقى سواء الليج لينس او الثروت لينس هنجيبه منين؟ قال لك هنجيبه من الديزاين دروينج، وهيبقى منصوص عليه صراحة في المخططات، ولازم يكون متحدد من قبل اللي هو الديزاينر او المصمم. يعني هيقول لك المفروض ان الليج لينس بتاعك هيكون قد كده، ومن خلاله هتقدر تجيب قيمة اللي هو الثروت سيكنس. طب ازاي؟ وايه العلاقة ما بين الليج لينس سايز والثروت؟ وفي الحاله دي احنا مش هنقول بقى اللي هو الثروت، لا ده احنا هنحدد بالتحديد اللي هو الاكشوال ثروت سيكنس، ومش الديزاين ثروت سيكنس بقى. الديزاين ثروت سيكنس ده احنا قلنا في الجانب النظري، لكن احنا هنتعامل حاليا او العلاقه ما بين الليج لينس والاكشوال ثروت سيكنس. هقول لك ركز بقى في اللي جاي في المعادلات التاليه. العلاقه الاولانيه اللي هي الاسمول اللي هو بيمثل الثروت بتساوي 707 من
1000 في الزد، والزد ده زي ما قلنا بيمثل اللي هو الليج لينس. والعلاقة التانية اللي هي الزد واللي بتمثلها الليج لينس بتساوي 1.41 في الاي سمول اللي هو بيمثل الثرد. طيب لو جالي في الدرونج بيقول لي الليج لينس بتساوي 14 مللي وانا عايز اطلع الثروت، هقول له والله الثروت بتساوي ال 14 مللي وهضربها في 7/10 هيديني 10 مللي. يعني المفروض انا لما اجي اشيك على الثروت المفروض تديني 10 مللي. كده احنا خلصنا فيديو اليوم. اشوفكم او اسيبكم مع الدقيقتين اللي هو اللي جايين هنستعرض فيهم شوية المسميات النظري بتاع تعريف اللي هو الديزاين ثروت سيكنس واللي هو الاكشوال ثروت سيكنس. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.